لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحال لواني 1427 لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان فمن بس رزامن دي رب العالمين وهبادان ميوآز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. بەڵخۆش وێستان کلوانەی ڕابردوو لە ئاەتی پێشووتر خی گەورە سوبحانەوە وتەعالە باسی لەوە کرد کە ڕۆژی قیامەتدا دێ لەوێن دەرەش تەسبیح حسابات دەکرێت. ئیتر دەفەرمی إن ربك هو الخلاق العليم أي إن ربك يا محمد قادر على إقامة الساعة. پەروەردگار يا رسول الله بەتوانایە لەسەر ئەوەی کەوە ئەو ڕۆژە دابین کەوە ڕۆژی قیامەت و ڕۆژی حسابە، لأنه هو الذي خلق كل شيء أو ذاتك همشتش خلق كده فلا يعجزه شيء هيش تيق نية لدصرات أو دانبي وسيعيد خلق عبادي يوم البعث كاتك وبيشي أو هميان دمرين مخلوقات كان ترخواي قولي هموان زندي دكاتو لبو روجي زندي بونوا وهو العالم بكل شيء أقادارش بهموش تيق ومن ذلك علمه بما تفرق من أجساد العباد. عالم بهمشتك أقادار بهمشتك لازمني أناش خاي يقول أقادار كاتك وإنسان أنا كمردينة بوينو خول برشو بلاو بوينو خاي يقول عالم وأقادار بهميان وعلمه بجميع أعمالهم أقادار بهمو كارو كردو كانشان إتر خاي يقولك قيامة ديني أو ذاتك وابتوانا بسر همشتك وعلمشي بهمشتك هي لسر أو أساسش زنديشيان دكاتو حسابشيان لقل دكا. إن زاد فرمي ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. إن زاد خواهي قولا باز لو نعمة قوري دكاك ببيغنبري بخشي صلى الله عليه وسلم لرقاش بهم أمتي بخشي كقرآن بيروزة وكو مناسبة آت لقل آت كان بيشتر الرازي دلي لما صبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أذى قومه كاتك والآت كان بيشوتر فرميش صبر بقرر لسر إيشو آزاري قومكت وأمره بأن يصفح الصفح الجميل فرماني فكر ليان ببوري بلي بردنيشي جوان هيز قليش نكا أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التي خصه الله تعالى بها. إن ذا باز لو نعمة قوري دكا كوات تايبتي كربا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو أو شرف قوري في بخشي كقرآن قورترين معجزية لنا وهم پیغمبران بوي بخشي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه إنسان كاتكوا لبرتساوي بتنعمتي زوري لقل كلا سهل عليه الصفح والتجاوز. أقل لبرتساوي ناز نعمتيش لقل كلا لو حالته آسانة لمقابل دا تاوبوشي بكاو تجاوز بكا لواني كوا كإيش آزاري عنده بقاعدة ليه لما ذكر صفة العلم بصيغة المبالغة العليم إن ربك هو الخلاق العليم وصفي علمي خوي دكابوي كواخوي العليم كصفي مبالغي عالمية كخوي الزور آقادارة أتبعها ما آتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار من مادة العلم يتر يقلأ آثار الشوينواركان العليم كوا صفة علمي خواهي قوري تيدا بدي ذكر أو قرآن عظيميك ببيغمبري بخشي صلى الله عليه وسلم لرقاء أيش بأمتي بيغمبري بخشي صلى الله عليه وسلم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم أي ولقد أعطيناك يا رسول الله 7 آيات كواتا يا رسول الله
أو حفظ تمان في بخشية 7 من المثاني 7 آيات هي سورة الفاتحة التي تتصف بأنها مثاني، وهي القرآن العظيم القدري. كواتا إيما أو حفظ آتمات بين بخشية كوا سورة فاتحة كوا مثانية تكرار دبيتوا وهروها أو قرآن عظيم ما بين بخشية كواتا قرآن عظيم بقشتي وبتايبتيش سورة فاتحة كوا بين قتري 7 من المثاني 7 آيات طبعا حفظ آيات وسميت مثاني في قتري مثاني لنا تثنى أي تكرر في كل صلاة تبرو التكرار ذكرته لهم من وجهك سبحان الله. وأصل الثاني تكرير الشيء مرتين ثاني لو هاتك واشتك دوباره وكريته يتر القرآن بيروزج وبتابع سورة فاتحة كأخوي يقول لنا يدبر 7 من المثاني تبرو التكرار ذكرته بلاني كم هل مسلمانك وكو فرض واجب للسري لبينز فرض كذا رجع حفظ زار سورة الفاتحة دخينته كديار زور جرينجا زور احتياجي ما فيها أواني كوا بيان والزانيان ك7 من المثاني سورة الفاتحة وكواحدي وقرطبي وبقاعي وابن عاشور والشنقيطي واحدي وشوكاني جدله أو قولي زور بي مفسرين شوكاني دله وما يقوي كون 7 المثاني هي الفاتحة وأويك أو رأي بهز ذكا كوا 7 من المثاني سورة فاتحة وأويك أو سورة مكية وأكثر السبع الطوال مدنية كواتهن رأيد كهيك 7 من المثاني 7 طوال بابنا حفظ سورة الدرجكي سارتاي قرآن بيروزا بلام دلي أويك أو رأي بقوة الكوا 7 من المثاني سورة فاتحة لبروي سورة فاتحة مكية بلام 7 طوال مدنية وكذلك أكثر القرآن وأكثر أقسامه كوا أو رأي بهز ذكاء كوا سورة فاتحة لنا بابنين مقصودة والله أعلم. قرطبي دلي وقد قدمنا في الفاتحة أنه ليس في تسمية بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك إلا إنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن نص في شيء لا يحتمل التأويل كان الوقوف عنده. ضل فاتحة بيقول 7 من المثاني بلا ما نعني سورة كشف بيقول مثاني وكو رأيه كوا 7 طوال بي بلا كشتيق لبيغمبره وارد بو صلى الله عليه وسلم تواو ناكري أما تأويل بكين بشيوية شيديك لو ضل أو نصك لبيغمبره وارد صلى الله عليه وسلم كذا فرمي القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم لوصف فاتحة هذا فرمي القرآن أساس قرآنه حفظ 7 المثانية أو حفظ آياتيك وتكرار ذكرته أو قرآن عظيميك وبهم بخشرايا. ابن كثير ضريف فهذا نص في أن الفاتحة 7 المثاني والقرآن العظيم كواتا دفرمي أو حديث ابن صلى الله عليه وسلم أو النصك تواو بويكوا هذه سورة الفاتحة كبريتية 7 المثاني وهروها هذا أويش القرآن العظيم ولكن لا ينافي وصف غيرها من 7 الطوال بذلك والله خو أو رأي منافشنا قالوا يكوا الذكري 7 طوالش أو حفظ سورة الرزكش في بقول 7 المثاني كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا هروها هم قرآن بيروزش بوصف وصف ذكره وكو سورة أسمر دفرمي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كما تخوي يقول هم قرآن بيروز لذا وصف ذكر مثاني لو التكرار دبيتوا فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه كواتا أو قرآن هم متشابهة وكوا لا حسن ولا ريكوبيتشي ولا بلاغة ولا بهزي هم متشابهة مثانيشة بويكوا تكرار دبيتوا ياخذ مثاني بمعنى يجدكوا خوي يقول باسي أهل بهج بك باسي أهل جهنم باسي حق بك باسي باطل لك كوا لبو ما كشف ذكاء. كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى كاتك في صلى الله عليه وسلم برسيال لذلك الدبلاء أمز قوتيك والسر أساسي التقوى دروس كلا فأشار إلى مسجده ما جربوا أمز قوتي خوي ذكاء المدينة. والآت نزلت في مسجد قباء كاتي آتكش درباري قباء دابزية فإن ذكر شيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة. لبروي فعلا أو وصفة أسس على التقوى هم مزقفتي في غمس خاصم دقيقة هم مزقفتي قباج دقيقة كوابخوي عين دروس كل سرت هذا كواتا أجر وصفك لسردوشت
لەسەر هەردووشیان جێبەجێبی اعتیادیە هەردووشیان ئەو وەسفیانە سەر جێبەجێ دەبیتن ئەگەر چی دوو جێشە هەم قوبا و هەم مزگەوت پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئوسیس علی التەقوا لێرەدا کەواتە ابن كثير دلتن سبع المثاني أو قرأ بابرين بتابع سورة فاتحة بلا مانع نية بحف سورة تدريجة كذب قلت سبع المثاني والله أعلم إتل أولي كوا أو رأيش يعني كوا دلين بسبع المثاني ده قلت وكو لبيواني سالف علي ابن مسعود ابن عباس أبي كعب حسن أبو العالية وفي سبب اتصاف الفاتحة بكونها مثاني إتر كسورة فاتحة بسبع المثاني ضل بتسن شويق ليش عندايتو أنها تثنى في كل صلاة أي تقرأ في كل ركعة أبروي لها مو ركعتين ويج دخن ريتولو بيقولته مثاني وكو واحد وابن عاشور وهروا ابن عباس وحسن وقتادة وذلك ومنها اشتمالها على الثناء على الله تعالى عند جدًا لو بيقول مثاني لو الثناء ومدح تدا لسر خوي سبحانه وتعالى ومنها أنها قسمان عند جدًا سورة فاتحة دوبشة ثناء ودعاء بشيء ثناء ومدح خوي جوري بشيء دعاء مليدة بارين وأيضا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء بشيء كمي حق ربوبيته بالوردقاريتية كوا مدح الثناء خوي جوري والنصف الثاني حق العبودية وهو الدعاء نويد ومشي حقي بنداتية كوا دعاء دكي ليدا وادكي وقيل المراد بالسبع المثاني السبع الطوال كواتا هندش كالزانان وكتمان دلين سبع المثاني سبع طوال حف سورة تدريجك وكو ابن مسعود وابن عباس لرواتك وهروا ابن جبير محمد رشيد رضا دلي والقول بأنها السبع الطوال كاتك وادلين أو سورة أو سبع المثاني سبع الطوال حف سورة تدريجك وكذا رواه النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس بإسناد قوي كما قال الحافظ ولا حاجة إلى التفصيل فيه فإنه مردود ضريبة راسي أو رأي مردودة لمخالفته للحديث الصحيح المرفوع أو مخالفي أو حديث صحيح مرفوع كوا دفرمي سبع المثاني سورة فاتحة ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كاتك صلى الله عليه وسلم قولي شيء درباري آتيك والتواو قول كان ديك هيز قوته هزيان نعم والأمر بقولي صلى الله عليه وسلم ابن الجوزي دل في تسميته أي السبع الطوال بالمثاني ابن الجوزي دل كاتك سبع طوال سبع المثاني دل دو قول أحدهما لأن الحدود والفراد والأمثال ثنيت فيها دل سبع الطوال أو الرأية كسبع المثاني سبع الطوال لبرت بيان قلت مثاني لبروي حدود سنور كان خوي جور سبحانه وتعالى ونمون كان تيدا تكرار دبنا وكو ابن عباس دله يعني رأي دوم لأنها تجاوز 100 إلى 100 الثانية لو بيقول مثاني أو سبع الطوالة لبروي دله تجاوز صد آدكن برو 100 ثانية برو دو صدرون وقيل المراد بالسبع الفاتحة بلكو أو رأيه وكتما بيسترا لأن 7 آيات بلكو حفظ تكي سورة فاتحة لو بيقول المراد بالمثاني كل القرآن مثاني كش هم قرآن دقريته ضلي ويكون التقدير ولقد آتيناك 7 آيات هي الفاتحة حفظ آيات ما في بخش كسورة فاتحة وهي من جملة المثاني الذي هو القرآن أو حفظ آياتش لضمني أو مثانيانية كوا قرآن بيروزا ورازد وهذا القول عين الأول أي تفسير 7 المثاني بين الفاتحة والتفاوت ليس إلا بقليل وهل عيني رأيك كما وقيل المراد ب7 السبع الطوال والمراد بالمثاني القرآن إتد أو رأيانا هميه وفي سبب تسمية القرآن بالمثاني قرآن بيروز لو بيقول مثاني أقوال منها أن بعض الآيات يتلو بعضا فتثنى الآخرة على الأولى فاتا آتكان لدواي يكتريدين آتي دواتري لدواي آتي كم دي ولها مقاطع تفصيل ولها مقاطع تفصل الآتي بعد الآت حتى تنقضي السورة إذا هل آتيش مقطعكو بابن السنورية هي زيادة كاتو لقل آتكيتر ومنها أنه سمي بالمثاني لما يتردد فيه من الثناء على الله عز وجل لو يقول تلا مثاني القرآن بيروز لبروي الثناء إلى سرخوي جورة تيدا سبحانه وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني أو منادلة لبيان الجنس
وقد آتيناك تسمى في بخشية من المثاني ليرة لبيان جنسه هندش دين لبود تبعيضة 7 من المثاني تبعيضة وتبشق لوانا أو حفظ آتي. وبمن اختار أن المراد بالقرآن العظيم هنا الفاتحة أيضا القرطبي والشنقيطي كواتا أو زانان كبيان وقرآن العظيم كجل الهرب بمعنى فاتحة دي 7 المثاني كجل بمعنى فاتحة دي وكو قرطبي والشنقيطي شنقيطي قيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سورة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. كواتا 7 من المثاني هل لقى سورة فاتحة القرآن العظيم هل لقى سورة فاتحة لبرويدة فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويوصف كردية. قرطبي دليل اشتمالها على ما يتعلق بأصول الإسلام بري براستي أوي كواتيدا لسورة الفاتحة أصول إسلام هموي لنا سورة فاتحة هاتيا والله أعلم. إيتر ديارة اشتي جمال سرقات باسبكين بلام لبر توابوني كاد دوستين ببشتواني خواهي قورة لواني داهاتو دينو وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.